عارف احساس ان انت بتشتغل على حاجات كتير قوي، في الاخر ما بتوصلش لاي حاجه. انا كنت بعمل كل حاجه حرفيا وما بوصلش لاي حاجه، ما كملش في حاجه واحده. كل يوم اتعلم حاجه جديده، كل يوم اشوف مهاره جديده اتعلمها، كل يوم اقرا كتاب جديد. ما كملش في حاجه واحده، مثلا ما خلصت كتاب للاخر، ما اخشش في كورس للاخر. كنت بحس ان انا بعمل حاجه، بس انا في الحقيقه انا مش بعمل حاجه، انا باخد حاجه من كل حاجه. كنتش ده ما بيوصلش لاي حاجه برضه. فاهم؟ انت كل ما اشوف مثلا فيديو بيقول لازم تتعلم المهارة دي أو لازم تتعلم الحاجة دي أو كده، كنت على طول أنا أنط من اللي أنا كنت بتعلمه للمهارة دي، المهارة دي في الآخر برضو مش بكمل. هو ده مش صح، بس أنا حاسس برضو إن هو زي ما هو كان مضر شوية، كان مفيد بالنسبة لي إن أنا أعرف إيه المجال اللي أنا حابه أو إيه الحاجة اللي أنا حابب أكمل فيها. من كتر ما أنا كنت بتعلم ده وبتعلم ده وبتعلم ده، أنا ماشي أنا بحب ده بس ما بحبش ده قوي، فأركز في ده. فده برضو ساعدني ان انا اركز اكتر، او في الاخر ان انا اعرف احدد المجال. انت يعني غالبا انت هتبقى محتاج تبقى في الحتة دي لحد ما تبقى انت عارف انت عايز انهي مجال بالظبط ان انت تمشي فيه. اول بقى ما تمشي فيه ما ينفعش تبص جنبك، لازم بس هو طريقك كده انت مركز فيه، عايز تبقى اجمد واحد فيه. بس اول بقى ما لقيت المجال بقى اللي انا حابب اكمل فيه اللي هو كان الماركتينج، عرفت ان هو ده بقى خلاص المجال اللي انا هركز فيه واحاول ابقى احسن واحد فيه. مش هبص جنبي، مش هبص شمال. هو خلاص انا هركز في ده، عجبني هبقى احسن واحد فيه. ده مطلوب، بس محتاج ان انت تبقى شغال في حاجه واحده انت مركز عليها، ان هو تبقى انت انا ماشي الحاجه دي هي دي الكارير بتاعي او هي دي الهدف بتاعي. اكتر حاجه بقى فرقت معايا بعد ما اخترت الحاجه اللي انا عايزها، ان انا آه، آه، اشيل بقى كل الحاجات اللي ممكن تشتتني. اي بقى محتوى عشوائي ممكن يقول لي حاجات اتعلمها، اي حاجه من الحاجات دي. اي حاجه هتقول لي مثلا المهاره دي مثلا محتاجينها في السوق ولازم حد فاهم، انا لا، انا مركز في الحاجه اللي انا عايزها. تاني حاجه سبت لنفسي مساحه برضو ابقى فاهم، براجع قراراتي، براجع نفسي، شوف انا حابب اكمل ولا لا. طب انا لو كملت فاهم في ميتنجز اللي انا هعمل حاجه ولا مش قوي. ثالث حاجه بقى بقيت اعملها ان انا بقيت اول ما اخش في الحاجه لازم اخلصها للاخر. يعني بدات اقرا كتاب مثلا، ما بقاش بقرا كتاب ازهق منه اروح رايح كتاب تاني، لازم اكمل الكتاب اللي انا بداته عشان اعرف انا استفدت منه بايه، الخصه، ابقى عارف انا فاهم طلعت بحاجه معينه. مش هبقى كل شويه اخد كام صفحه من كل كتاب، او مثلا من كل كورس اخد شويه فيديوهات واروح رايح على الكورس اللي بعده اخد شويه فيديوهات. في الاخر تلاقي محصله ضعيفه قوي. يعني لو حاسس ان انت مشتت او حاجه، انت كده غالبا هتبقى محتاج ان انت تركز على حاجه معينه، هي دي وقتك. وشاركنا برضو انت ايه مثلا اللي محسسك ان انت مشتت او كذا، وقول لي ايه افكار فيديوهات اعملها، او قول لي رايك ممكن اطور ايه، ممكن احسن ايه. بس كده، سلام.